ازيكم عاملين ايه؟ لو نفسكم تعملوا فطيره باقل مجهود، يعني من غير ما تعجنوا فيها بقى وتستنوا تخمر والكلام ده، تعالوا اقول لكم ازاي تعملوا بديل الفطير في 10 دقايق بس وبمكونات بسيطه باذن الله، والنتيجه ان شاء الله ان شاء الله مضمونه. بس لو اول مره تشوفوني يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها. وهنا بقى بوريكم الماما طلعت من الفرن، بصوا طريه ازاي والجبنه بتمط ازاي، جميله جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها كده تقولوا لي رايكم. بصوا طريه خالص. تعالوا بقى اقول لكم اول خطوه عملناها ايه. اول حاجه ان هجيب الفلفل الالوان بتاعي وهبدا اقطعه مكعبات بالمنظر اللي هتشوفوه دلوقتي ده. لو مش متاح الفلفل الالوان الاصفر والاحمر ممكن نكتفي بالفلفل الاخضر بس. بعد كده هجيب بقى المكون الاساسي اللي هو العيش. انا هنا استخدمت عيش سياحي، ممكن عيش بلدي العادي طازه بقى او بايت مش هتفرق، لان كده كده احنا هنحط حاجات هتخليه طري خالص في الاخر. وهقسمه بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وهستخدم النص الاولاني وهجيب اي نوع جبنه عندي في البيت، دوبل كريم بقى، جبنه كريمي، اي نوع جبنه عندكم. وهنفردها بالمنظر ده بظهر المعلقه كده، ناخد كده معلقه كبيره شويه ونبدا نوزع فيها على العيش كده بظهر المعلقه. بعد كده احط شويه جبنه موتزاريلا بسيطه كده، وبعد كده هنزل بالطبقه التانية من العيش اللي انا قطعته في الاول. بعد كده برضو احط على الطبقه التانية معلقه كبيره من الجبنه كده، معلقه مليانه شويه، وهفردها بظهر المعلقه برضو. وبرضو هحط شويه جبنه موتزاريلا بسيطه كده عليها. بعدين انزل بقى بالطبقه الاخيره من العيش كده زي ما انتم شايفين، وهجيب السكينه بتاعتي وابدا اقطع العيش بتاعي عشان لما احط الخليط النهائي اللي هيخليه طري يتوزع كويس جوه العيش ويخليه طري. فلازم نقطع التقطيعه دي، هنقطعه لايه اربع رباع كده. وهجيب بعد كده الخليط بتاعي اللي هو عباره عن لبن وبيض ورشه ملح ورشه فلفل اسود، وهادهن بيه رغيف العيش بتاعي كده. بعد كده هحط شويه موتزاريلا على الوش بسيطه كده، تدي بس اللون وتدي شكل حلو ولون حلو في الاخر، وطبعا الطعم اكيد يعني. بعد كده جبت البقدونس بتاعي مقطعاه تقطيع ناعم كده شويه، وبوزعه بالمنظر ده كده، وهدخله فرن سخن مسبقا على درجه حراره 250 لحد ما الجبنه تسيح سنه كده وتاخد لون معانا. وبعد كده نفس الطريقه هعملها في الشكل التاني اللي هو بالفلفل الالوان. برضو هجيب ظهر العيش بتاعي برضو وهدهنه بالجبنه. بعد كده احط جبنه موتزاريلا، وهجيب الطبقة التانية بعد كده من العيش برضو واحطها بالمنظر ده واحط عليها برضو الجبنة. وبعدين برضو الجبنة الموتزاريلا شوية بسيطة كده، وبعد كده اخر طبقة من العيش. وبعد كده هقطع بقى زي ما قلت بالسكينة كده عشان الخليط بتاع البيض واللبن يتوزع كويس جوه العيش ويخليه طري. بالذات لو كان العيش بايت هتنفعنا قوي الخلطة دي اللي فوق، او الخليط اللي فوق ده هينفع قوي لو العيش بايت. وفي كلا الحالات سواء بايت او طازه انا حبيت نضيفه عشان يخليها زي الفطيره كده، تدينا احساس الفطيره. تمام. وهبدا اوزع برضو الخليط بتاعي كده بالفرشه، اتاكد بس انه ايه يتوزع كويس خالص وان كل حته من العيش وصل لها الخليط ده. وبعد كده احط شويه موزاريلا على الوش. وما تنسوش صح اهم حاجه ان احنا في الصينيه نحط ورقه زبده. ورقه الزبده يا ريت تدهنوها بشويه زيت، عشان ساعات في ورق زبده بيلزق فيه الوصفه برضو بتروح لازقه فيه، مش بيبقى نوع كويس. فاحتياطي نحط حته زيت بسيطه كده من تحت عشان حاجتنا ما تلزقش في ورقه الزبده. واحط فلفل الوان برضو وادخله الفرن لحد ما الجبنه تاخد لون ذهبي شويه كده. وبس بتطلع معانا بالمنظر الجميل ده. واتمنى تكون الوصفه عجبتكم، وشكرا جدا لمشاهدتكم ومتابعتكم. واتمنى ان انتوا تاخدوا لفه في القناه كده وتتفرجوا على الوصفات والافكار اللي بقدمها، واتمنى منكم الدعم، وشكرا جدا ليكم.